إيمان ما اختفتش في صمت، كانت في قلوب ناس كتير، وفي كل بلاغ اتقدم للشرطة، وفي كل مرة أهلها سألوا بنتنا راحت فين. 7 شهور كاملة الكل بيدور بيصرخ وبيدعي، وهي كانت مدفونة تحت شجرة بعيدة عن بيتها ب5 كيلومتر. ولما الحقيقة طلعت كانت أسوأ من كل السيناريوهات. اللي المفروض يحميها هو اللي قتلها، واللي المفروض إنه سند ليها في غربتها هو اللي دفنها بإيده. القصة دي مش عن جريمة قتل وبس، دي عن حياة كاملة من الظلم والغدر والرعب، عن صرخة مكتومة محدش سمعها غير كلب بوليسي بيشمشم جوه غابة. إيمان محمد حسن مصرية عندها حوالي 35 سنة، متجوزة من 8 سنين، وعايشة في شقة صغيرة في مدينة هادية في جنوب ألمانيا. ما كانتش دكتورة جامعية وبس، دي كانت مثقفة وقوية، وعندها 3 أطفال أصغرهم كان عنده 11 شهر. في يوم اختفت، ولما رجعت جثة مدفونة جوه غابة، وجنبها خوذة طفل صغير وعجلة. إيمان من قرية بلبيس محافظة الشرقية، سافرت ألمانيا مع جوزها عبد الرحيم بعد ما وعدها بحياة تانية وإنها هتكمل دراستها هناك. بس الحقيقة إنه كان بيجهز لها سجن مش حياة. هي دكتورة جامعية وهو كان شيف في اوتيل، وكان بيتضايق قدام أهلها إنه مدير علاقات عامة. عبد الرحيم اتجوز إيمان وخلف منها 3 أطفال، بس اللي كان بيصرف عليها ولا عليهم، واللي بيتقال إنه كان بيصرف على عيلته ويبعت لهم فلوسه كلها، وهي اللي كانت بتشتغل وتصرف على نفسها وعلى أولادها 3. يوم 11 نوفمبر 2024 دي كانت آخر مرة اتكلمت فيها مع أهلها. من بعدها ولا صوت ولا رسالة ولا حتى رنة. أصحابها بدأوا يدوروا، أهلها بلغوا السفارة وبلغوا الخارجية، وبعدها ب7 شهور جالهم اتصال: لقينا جثة ست في غابة بس مش متأكدين هي مين. وكانت الصدمة، الشرطة كانت بتدور على طفل ضايع، نزلوا يمشطوا غابة، لقوا خوذة ولقوا عجلة أطفال، وكانت بداية الكارثة. كلب بوليسي بدأ يشمشم ويمشي لحد ما وقف عند جسم مدفون في الأرض. كانت لابسة جلابية بيت وحجابها على راسها، يعني مش جنبها شنطة سفر ولا لابسة لبس خروج. إيمان ما خرجتش ولا طفشت زي ما جوزها ادعى. إيمان اتسحبت، قالت لأختها قبل ما تختفي: أنا تعبت، مش قادرة أستحمل أكتر من كده، هو بيهددني إنه هيقتلني. وحكيت كمان أختها إنه كان بيمنعها تخرج ويكتم نفسها، يقفل عليها الباب بالمفتاح ويقول لها ما ترديش على حد. الرعب والخوف منه كان واصل لدرجة إنها لما كانت بتسمع صوت عربيته جاي كانت بتقفل المكالمة بسرعة مع أختها أو أمها. ليه ما كانش عاوزها تتكلم مع حد؟ علشان مش عايز حد يسمعها وهي بتتألم، ولا مجرد فرض سيطرة عليها وخلاص؟ إيمان كان عندها 3 أطفال: يونس 4 سنين، آدم 3 سنين، ويحيى 11 شهر. كان حلمها الوحيد أنزل مصر بولادي، بس هو رفض، قال لها لو فكرتي تعملي حاجة زي كده هرجعك لأهلك حتت. اتقبض عليه، في الأول اعترف وقال أنا اللي قتلتها، وبعدها بشوية غير أقواله وقال إن هي اللي مشيت من البيت بشنطتها. بس ازاي يا عبد الرحيم مشيت بشنطتها وهي اتلاقت بلبس البيت؟ ده حتى لما الشرطة دخلت الشقة وقت البلاغ لقوها زي ما هي، ولبسها كله كان جوه الدولاب، والمكان اللي لقوا فيه الجثة بعيد عن بيتها ب5 كيلومتر. ازاي وصلت لهناك؟ ومين اللي وداها؟ أخو عبد الرحيم سافر له قبل الجريمة بشهر وقال لها أخويا هيعيش معانا في السكن. هي رفضت تماما وقالت له أخوك ما يصحش يعيش معايا في بيت واحد، حرام وما ينفعش. وبالرغم من كده مشى كلامه وأخوه عاش معاهم. وبعد ما عبد الرحيم اتقبض عليه أخوه اختفى تماما. كل الناس اللي كانت حوالين إيمان قالت إنه كان بيضربها وكان بيمنع عنها الأكل لفترات طويلة، وعلى طول كان بيهددها بالقتل قدام ولادها. قالوا إن علاقتها بيه كانت متوترة جدا وشبه منتهية. ساعات كانت بتبعد عنه وتسافر مصر لوحدها لأنه ما كانش بيسمح لها تاخد أولادها، علشان كده كانت بترجع تاني. وساعات كانت تبات في ملاجئ النساء المعنفات في ألمانيا، بس برضو كانت بتضطر ترجع علشان أولادها. ودايما كانت جملتها: أنا عايشة في سجن
بس بحاول أصبر علشان عيالي. بس للأسف الصبر خلف بعده موت. حاليا أطفالها ال3 اتنقلوا لرعاية مؤقتة تحت إشراف الدولة. محدش عارف مصيرهم هيكون إيه. هل هيرجعوا لأهلها في مصر ولا هيفضلوا في ألمانيا بعيد عن وطنهم وأهلهم؟ والأهم لما يكبروا ويسألوا بابا قتل ماما ليه، الرد هيكون إيه؟ تقرير الطب الشرعي لسه مستنيينه، بس في معلومات بتقول إن الجثمان كان عليه علامات ضرب ومقاومة. إيمان ماتت بس ما ماتتش بهدوء، اتقتلت وهي بتقاوم وبتدافع عن نفسها. يعني موتها ما كانش سريع ولا سهل، ده كان في حد بيبص في عينيها وهو بيموتها وما رحمهوش. دلوقتي أهلها مستنيين ترجع في تابوت وبيطالبوا بالقصاص، وبيقولوا مش عايزين غير حضانة أولادها علشان ما يتبهدلوش، وعايزين حقها، حق بنتهم اللي اتغدر بيها، اللي اتدفنت بعيد عنهم، اللي ماتت مرتين، مرة لما اتسحبت من حياتها وأهلها، ومرة لما اتدفنت وهي حية جوه الظلم. إيمان حسن ما كانتش أول واحدة يحصل لها كده من جوزها، بس ممكن تكون الأخيرة لو أخدنا حقها. لو القصة دي وجعتك شاركها واكتب رأيك وانشر صوتها، لأن اللي حصل مش لازم يتكرر تاني. إيمان كانت أمان لناس كتير، بس للأسف ملقتش حد يأمنها من الغدر.